السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي، تعالى نتكلم شوية في الأحداث اللي دايرة، عشان خاطر الأحداث كترت أوي بصراحة. والله عايزين نتكلم عن إمام عاشور شوية. هو إمام عاشور غلطته كبيرة، وملاحظ إن هو برضك العقلية مش مظبوطة. بس هو راهن على جمهور الأهلي، وجمهور الأهلي ما عندوش حد غير الأهلي بس. يعني ما عندوش لعيب يقدر يقف في ظهره لو كان ضد أي حاجة ضد الأهلي. فأنا شايف إنه إمام خلاص يعني بيكتب السطور الأخيرة بتاعته مع الأهلي، لأن العقلية دي مش هي دي اللي بتكمل في النادي الأهلي. وغلطة كبيرة زي اللي هو عملها ما بتعديش بسهولة، وخصوصا مع الجمهور. يعني حتى لو الإدارة مثلا ادت العقوبة وخلاص الغلط والعقوبة على قد الغلط وبتاع، الجمهور ما بينساش والجمهور ما بيضحكش عليه. يعني هي دي مشكلة إمام دلوقتي، إن الجمهور ما بيضحكش عليه، وإن الجمهور مش هيعديها له بسهولة. فإمام محتاج ايه بقى الفترة الجاية؟ محتاج ان هو يعني يقدم قرابين لجمهور الاهلي مش للنادي الاهلي، يقدم التزام من الحديد، يقدم حاجات كتير قوي. ده بس عشان الجمهور يحاول يعني ينسى له اللي هو عمله. اما الادارة بقى دي حاجة تانية، ما اعرفش ايه، يعني ما اعرفش ظروفها ايه معاه، او يعني حتى المدير الفني هيتعامل معاه بعد كده ازاي برضك ماليش فيه. يعني انا كجمهور ماليش فيه. انا ليا كجمهور ان انا شايف ان هو الغلط اللي هو عمله كبير. شايف ان هو الجلاله خدته لدرجه ان هو يحس ان هو اكبر من النادي الاهلي، او ان هو ممكن يلوي دراع النادي الاهلي، او ان هو آه، يعمل ضجه ويخلي الناس تتكلم عنه في وقت ملوش لازمه. يعني في وقت ان الاهلي عنده برضك شويه مشاكل في الصفقات، وكان عنده شويه مشاكل في الاداره وبتاع. فان هو يعمل لقطه زي دي ويخلي كتير يتكلموا وكتير يتكهنوا وكتير يشمتوا وكتير يقولوا. التوقيت كمان غير التوقيت وحش. التوقيت يعني وحش قوي بالنسبه للي هو عمله. نرجع بقى نشوف بقى الاهلي عمل ايه كمان عشان خاطر اللي بيراميدز عملته في عودة الفخوري وحامد حمدان. الاهلي بيرد بقوه يا جماعه. يعني بص، بيجيب من الاخر. ابراهيم عادل اهلاوي. ابراهيم عادل الصيف الجاي في الاهلي. ابراهيم عادل في شهر 6 في الاهلي. ف يعني كان رد قوي 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 من النادي الاهلي. إيه، هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لك ما هو يعني مش صدفه ان ابراهيم عادل ينتقل من الجزيره الاماراتي للفريق الدنماركي اللي بيمتلكه اخو ياسين منصور. اكيد مش صدفه. يعني ما تقنعنيش ان دي صدفه بحته ان مفيش نادي في العالم حب يشتري ابراهيم عادل من الجزيره غير النادي الدنماركي اللي يمتلكه محمد منصور اخو ياسين منصور. فطبعا احنا كلنا عارفين الدنمارك طبعا، يعني الكوبري بتاع الاهلي المفضل. وطبعا لسه بنتكلم على امام عاشور. فامام عاشور برضه كان جاي معانا من الدنمارك. فانا كاهلاوي مبسوط للصفقه بتاعت ابراهيم عادل اللي هو راح النادي الدنماركي، اللي هو لصاحبه محمد منصور اخو ياسين منصور اللي هو نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. فانا احب ابشرك ان ابراهيم عادل قريبا في النادي الاهلي. اما بقى نتكلم عن كفنيات كوره وكان الماتشات اللي فاتت، هو الاهلي في تحسن. وانا شايف ان الصفقات كمان اللي جت حلوه جدا. متفائل بالمهاجم. برضك عندي احساس ان الباك الشمال بالعمري هيبقى عامل الفرق. انا مستغرب من عدم ظهوره لحد دلوقتي في التشكيله الاساسيه او في التشكيله بشكل عام يعني. بس هو المدرب شايف اكتر، ممكن يكون لسه شايف ان البدني بتاعه لسه ما جاش. بس اتمنى ان هو يديله فرصه قريب. اتمنى اشوفه في الملعب عشان نقدر نحكم عليه. برضك مروان عثمان من اللعيبه اللي انا شايفها عندها، ويقدر يتاقلم بسرعه مع النادي الاهلي، ويقدر يجيب مستوى كويس ليه، ويقدر يبقى اساسي في الفريق. المهاجم الجديد لسه ما شفتوش، بس فيديوهاته بتقول ان هو لعيب كويس، لعيب هداف. آه، الدفاع محتاجين نشوف بقى اللي احنا جبنا قبل كده برضك صفقات في الدفاع بره الاهلي بتكون كويسه وليها مردود حلو، بس داخل الاهلي وداخل سيستم الاهلي وداخل منظومه الاهلي والضغط اللي جوه الاهلي ما بتتاقلمش، ما بتقدمش المستوى اللي المطلوب منها قوي. فانا اتمنى ان انا اشوفهم كل الصفقات اللي جايه دي قريب، اشوفهم في الملعب نقدر نحكم عليهم. اتمنى لهم التوفيق.
اتمنى مستواهم اللي هو كان مع انديتهم يبقى معانا في الاهلي واكتر كمان، ويجيبوا فورمه ويتالقوا. هما لعيبه مبشره، لعيبه عندها، بس بتختلف اللعب اللي جوه النادي الاهلي من بره النادي الاهلي. فانا بتمنى قريب قوي نشوف الصفقات الجديده. اتمنى التوفيق ليهم، وان شاء الله ان شاء الله الدوري يبقى اهلاوي وافريقيا تبقى في الاهلي. واخواتي وحبايبي، لينا لقاء تاني. سلام.